هناك حدث طفح في مجاري بيجي بسبب أعمال التبليط المحالة إلى بعض الشركات المتلكئة، وتم التواصل مع القيم مقام السيد قائم مقام قضاء بيجي للوقوف على هذه المشاكل. لدينا الكثير من المشاكل مع شركات التبليط، ومنها دفن المنهولات بالأنقاض، وكذلك تغطية بعض المنهولات اللي هي موجودة في قضاء بيجي. تم إعداد كشوفات لتسليك وتنظيف جميع شبكات مجاري بيجي، وتم اللقاء بالسيد المحافظ الأستاذ بدر محمود الفحل، وتم تمشية هذا الكشف إن شاء الله بالأيام القادمة لحين ورود التخصيصات المالية للمحافظة. الحلول الوقتية هي سحب هذه المياه، تجمعات هذه المياه. هذه المشكلة كبيرة جدا بسبب هذه الشركات التبليط المتلكئة. السيد قام مقام قضاء بيجي مشكورا تم رفع كتاب إلى السيد المحافظ لغرض حث هذه الشركات على إكمال الأعمال، وكذلك إصلاح المشاكل اللي حدثت في شبكات المجاري. المهندس سالم عايد مطر، مدير مجاري صلاح الدين.